زمان كنا بنسمع حكايات كتير مرعبة زي حكاية أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة والشمامة وغيرها من الشخصيات المرعبة اللي مفيش حد يعرف مين اللي ألف الحكايات بتاعتها. كل اللي نعرفه إنها حكايات ورثناها عن أجدادنا، ولأن الرعب موجود في ثقافتنا من زمان ففي أعمال مصرية كتير حاولت إنها تقدم منتج رعب يخلي المشاهد يخاف إنه يخش الحمام. ما بين سينما وتلفزيون شفنا أعمال رعب مصرية قدرت فعلا إنها تعلي الأدرينالين عند المشاهد زي الإنس والجن والتعويذة وغيرها من الأعمال. ولكن في نفس الوقت ظهرت أعمال تانية صناعها بيقولوا إن تصنيفها رعب، ولكن المشاهدين صنفوها على إنها أعمال كوميدية. عندك مثلا فيلم أنياب اللي من بطولة أحمد دراكولا. لا لا، مش أحمد عدوية بقى يا جدعان، اسمه دراكولا. مش عارف المخرج اللي أخرج الفيلم ده ليه أصر إن أحمد عدوية يعمل دور دراكولا. نفس الكارثة اللي حصلت في فيلم أنياب اتكررت بعد 39 سنة، ولكن بإمكانيات أعلى وميزانية أضخم في فيلم خط دم. واقدر اقول لكم ان بعد ما شفت خط دم فالاستاذ ظافر العابدين قدر يتفوق على احمد عدوية ويفوز بجائزة افضل مصاص دماء كوميدي. بعيدا عن المسخ الفني اللي انا ذكرته دلوقتي، مسلسل ابواب الخوف قدر يصنع حالة فريدة من الرعب عند المشاهد المصري. مفيش عمل مصري او عربي حتى قدر يوصلها لينا. عايز اقول لكم ان انا وانا بحضر الفيديو ده كنت خايف، لان اي مشاهد بيتفرج على ابواب الخوف لازم يتفرج عليه مرة واحدة بس. المرة التانية دي مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيها. أبواب الخوف قدر يقدم لينا سيناريو قوي ومتماسك. طيب يا ترى ايه السر اللي يخلي أبواب الخوف أقوى عمل رعب عربي؟ قبل ما أكمل كلامي ياريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصاتي هيبدأ الحكاية. الحكاية بتبتدي في 2011 على قناة ام بي سي لما بتعرض مسلسل أبواب الخوف، لكن المسلسل ما بيحققش نجاح كبير على القناة. يمكن السبب في ده يرجع إن في 2011 حصلت ثورة 25 يناير، معظم الناس كانوا مهتمين أكتر بالأحداث السياسية وما كانوش مشغولين خالص بالأحداث الفنية. ولكن كل ده اتغير لما المسلسل اتعرض بعد كده على القنوات المصرية. المسلسل قدر يحقق نجاح طاغي. أسباب النجاح ده طبعا ترجع للسيناريو المتماسك. أبواب الخوف تجنب كل العيوب اللي كانت موجودة في أعمال الرعب المصرية اللي اتقدمت قبل كده، زي إنه مثلا يقلد أعمال عالمية وينسخ منها كوبي بيست. المميز كمان في أبواب الخوف إنه عمل أصلي. قصة المسلسل بتحكي لينا عن الصحفي آدم ياسين. آدم شخص مش عادي، بيمتلك قدرات خارقة بتخليه يشوف قصص حقيقية بتحصل قدامه، والقصص دي طبعا بتكون معظمها مرعبة. والله يكون في عون آدم يا جماعة، لأنه على طول بيشوف الجن والعفاريت قدامه. حاضر. حاضر يا ست ليلى. مفيش. واحد كان عايز يسرق فلوسي فضربني بمطوة. أحداث السيناريو متصلة منفصلة، في كل حلقة بنشوف القصة الخاصة ببطلنا آدم وبنفكر معاه في لغز القوة اللي عنده. ويا ترى إيه سر جده حسن؟ والسر الأكبر كتاب العارف. في الخط المنفصل بنشوف القصص المخيفة اللي بيكتبها آدم. المسلسل قدم لينا 15 قصة مرعبة، بس لو عايزين الحقيقة في قصص كانت مرعبة وبتخوفني وفي قصص تانية كانت نص نص. لو حللنا مثلا القصص ومستوى الرعب اللي فيها، فقصة انتقام السماء كان الرعب فيها متوسط. أما بقى قصة سيدة اللوحة، في الحلقة دي الكاتب حب إنه يقتبس من التراث العالمي ويقدم قصة سيدة اللوحة بشكل معرب، والصراحة الكاتب تامر إبراهيم قدر ينجح إنه يقدم قصة عالمية زي دي في مسلسل مصري ويمصرها. قصة السنترال بقى بتخوفني أكتر من القصتين اللي فاتوا، لأن اللي ما تعرفوش إن القصة دي حقيقية وحصلت بجد في الحقيقة. في الحلقة الرابعة الكاتب بياخدنا للصعيد، وهناك بنشوف النداهة اللي بتقدمها نسرين أمين. وحابب أحيي المخرج على اختيار نسرين أمين في الدور ده، لأنها فعلا كانت قادرة تخوفني في هدوءها وصمتها وابتسامتها اللي تنشف الدم في العروق. الرعب في الحلقة دي كان عالي بشكل، بس الرعب في قصة المسخ كان فوق الفظيع قوي. على رأي محمد شرف، أي حد بيبص في المراية هيخاف يبصلها بعد الحلقة دي. حلقة مس شيطاني بقى بالنسبة لي من التوب 3 لأكتر حكايات مرعبة في المسلسل. أنا فاكر أول لما شفت الحلقة دي وأنا صغير معرفتش أنام. مستوى الرعب بعد كده بدأ يقل في الحلقات. يعني عندك مثلا حلقة التعابين، الحلقة ما كانتش مرعبة بالدرجة القصوى. نقدر نقول ان اللي شفناه في الحلقة دي كان رعب نفسي. الكاتب بعدها بيكمل اكتر في نوعية الرعب النفسي لما بنشوف حكاية الكاميرا الملعونة. تخيل يا صاحبي انك تشتري كاميرا واول لما تصور بيها اي حد يموت فورا. الحكاية دي تعتبر اقوى حكاية في ابواب الخوف، مش من حيث الرعب بس من حيث الفكرة. بعد كده بنشوف حكاية الارض الملعونة، وهنا بيكتب ادم شخصية مرعبة جديدة اسمها الغفير ابو رجل ونص.
اللي روحه ساكنة في الأرض دي وبتحاول إنها توسوس للغفير الجديد أحمد فتحي، وبيقولوا إن مراته بتخونه. قصة فتاة الشعر كانت هي أضعف قصة في المسلسل. أكتر حلقة بتنافس حلقة مس شيطان من حيث الرعب هي حلقة الجاسوم، خصوصا المكياج اللي هم عاملينه للشخصية يرعب بجد. مش هتكلم كتير عن حكاية نباش القبور والست المسيحية لأني بصراحة مش عايز أفتكرهم. الموسيقى يا جماعة من الحاجات اللي ميزت أبواب الخوف وعلت من جرعة الرعب فيه. الموسيقى مخيفة جدا يا جماعة. مش عارف الموسيقار عمل اللحن ده ازاي، ولا التتر يا جماعة لوحده حكاية. فكرة التتر ذات نفسه حلوة جدا. أول لما المسلسل بيبدأ تحس كده بالرعب اللي فيه. انا كنت بخاف من تتر المسلسل قوي وانا صغير. نهاية المسلسل بقى يا جماعة بتنتهي نهاية مفتوحة لما ادم بيكتشف الباب الاخير، وكان من المقرر ان هيكون في جزء تاني من العمل، لكن لحد النهاردة وبعد مرور 14 سنة مفيش جزء تاني اتعمل. أعمال كتير حاولت إنها تقلد أبواب الخوف وتنسخ الرعب اللي فيه على قد ما تقدر. أبرز الأعمال دي هي مسلسل ساحرة الجنوب اللي تم تسويقه على إنه أول عمل رعب مصري. طيب بالنسبة لأبواب الخوف إيه يا جماعة؟ وكمان كفر دلهاب اللي صناعه برضو كانوا بيقولوا عليه إنه أول عمل رعب مصري. يا جماعة انتوا ما شفتوش أبواب الخوف ولا إيه؟ وكان آخر مسلسل رعب مصري تم إنتاجه كان مسلسل ما وراء الطبيعة، لكن برضه المسلسل ما قدرش يوصل لحالة الرعب اللي كانت موجودة في أبواب الخوف. باختصار مسلسل أبواب الخوف قفل منطقة الكتابة في أعمال الرعب المصرية، وصعب أوي إن أي مسلسل مصري يعديه. وزي ما قلتلكوا في عنوان الفيديو إن أبواب الخوف بيخوف أكتر من أعمال الرعب بتاعة هوليوود. بصراحة هيخوفكوا أوي. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم إيه أكتر قصة حبيتوها في المسلسل وأكتر قصة كانت بتخوفكم. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد عجبكم الفيديو، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. بس مش من حقك انك تتدخل فيه، فاهمني؟ لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.